الله أكبر. أخ أرسل لي هذا الفيديو وهو مقسم إلى مقطعين، مقطع يبين المسجد النبوي وشخص يريد أن يفعل فعل شركي، فجاءه رجل الأمن السعودي جزاه الله خير وأوقفه. وهذه نعمة التوحيد والسنة. لأجل ذلك عندما نحب السعودية وندافع عنها، ندافع عنها ديانة وعروبة، الحمد لله، بلد مسلم توحيد وسنة. طيب، فمن أوقف هذا الرجل الأمن هناك؟ الحكومة السعودية جزاهم الله خيرا وبارك الله فيهم. فعندما نمدحهم، نحن لا نمدح السعودية لأنها فتحت أكبر ملعب كرة قدم، لا نمدحهم لأجل الدين، الحمد لله. والمشهد الثاني أو المقطع الثاني في بلاد أحد البلدان الإسلامية هداهم الله، أين الشرك مسموح والعياذ بالله. لأجل ذلك عندما كنت أستمع لأهل العلم العلماء الربانيين كابن باز بن عثيمين، فيقول هذه الدولة كانت تحت غير آل سعود، ترى الطامات والعجائب، لأن نعم عندما كانت تحت الدولة العثمانية الناس تركوا بيت الله الحرام وأصبحوا يطوف حول قبر عبد الله بن عباس في الطائف، واحد يطوف حول قبر شخص ثاني، واحد يطوف حول كما يقول لك شجرة، وتركوا بيت الله الحرام حتى جاء الله بآل سعود ودعوة الإمام عبد الوهاب فجزاهم الله خيرا. فانظر عندما ترى السني السلفي يمدح آل سعود والسعودية، ليس لأنهم بنوا أكبر ملعب لكرة السلة أو كرة القدم، التوحيد والسنة. فولاؤنا الحمد لله، الولاء والبراء لله تبارك وتعالى. أنت تحب وتعظم الشرك، لأجل ذلك تطعن فينا، لأننا نحن ندافع عن بلد فيه التوحيد والسنة، ليس بمعصوم. طيب، وأنت تبغض التوحيد والسنة وتحب عبادة القبور والأضرحة والأشجار والأحجار والمطرقة والمنشار وكل شيء إلا الله جل وعلا، ثم طعن فينا. الله أكبر. لكن صدق أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: سنين خداعات يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب. الآن شخص يدافع عن التوحيد والسنة مطبل، ومن يدافع عن الرافضة ويمدح الطواغيت المشركين أصبح هو ما شاء الله تبارك الله، إلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فجزاهم الله خير وبارك الله فيهم. الإنسان لا بد أن يكون منصف. مثال ذلك فرقة الإخوة المسلمين، فرقة ضالة. رئيس تركيا وفقه الله، رئيس أردوغان، لو منع الشرك في بلاده نخرج نقول جزاه الله خير، حتى ولو نخالف في أشياء، لا، خاصة في أمور يمنع الشرك أو يفعل أشياء على التوحيد، فهذا شيء جميل سبحان الله يمدع عليه. طيب، بارك الله فيكم. فهذا المقطع لذلك أول مرة ذهبت السعودية العام الماضي، عندما رأيت سبحان الله كل الناس يطوفون حول بيت الله الحرام، وتقرأ عن الدولة العثمانية أخوي الشركية كما أقول لك بالجملة، أرواح خذها مسكين، الله أكبر، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك ذهبت إلى البقيع، فكيف ما شاء الله الأمن السعودي هناك ما شاء الله حماية لماذا؟ حماية للتوحيد، ويريدون حماية قبر النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم لا تجعل قبري عيدا. فترى هنا شخص من أهل العلم هناك موجود كذلك وينصح الناس: يا أخي لا تفعل هذا، لا أدعو وأنت القبلة هناك، لماذا تستقبل في القبر؟ الله أكبر، جزاهم الله خير. ونسأل الله أن يحفظ بلاد السعودية رغم أنوف عباد الطواغيت وأحذية الصهاينة، وأن نسأل الله أن يحفظ جميع بلدان الإسلامية، وأن يوفق حكام المسلمين لتحكيم شرع الله، خاصة في التوحيد الذي قال عنه الله جل وعلا. الله سبحانه وتعالى يقول في كتاب الكريم: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وكذلك عندما الله تكلم عن الشرك قال: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقال ابن تيمية:
التوحيد مع المعاصي الكثيرة أفضل من الشرك مع الطاعات الكثيرة. الله أكبر. أين أتى بهذه المقولة؟ استنبطها من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.